الشعب المغربي يحتفي بمنتخبه بعد فوزه بكأس العالم المقامة في الشيلي، بعد أن حقق فوزاً كبيراً على منتخب الأرجنتين بثنائية مقابل 0. كان ذلك بأقدام الزبيري، هذا اللاعب الذي حصد جائزة هداف البطولة. من الجماهير المغربية التي أبت إلا أن تحضر من أجل مشاركة المنتخب الوطني أقل من 20 سنة، هذه الفرحة الكبيرة هذا التتويج العظيم للمنتخب الوطني أقل من 20 سنة. أشبال الأطلس أبطال العالم بالشيلي، وكما قلت فهذه اللحظات هي لحظات التتويج، هي لحظات امتنان، هي لحظات الاعتراف بهذه المجهودات الكبيرة من باب السفراء، البوابة التاريخية التي طالما استقبلت الوفود والملوك والسفراء. ينطلق هذا الموكب، موكب من نوع خاص، موكب أبطال عادوا من أقصى قارة يحملون بين أيديهم كأس العالم لأقل من 20 سنة ليعيدوا إلى الذاكرة معنى الانتصار ومعنى الانتماء. أشبال الأطلس أبناء الوطن يسيرون وسط زغاريد وأيضا أهازيج الشعب المغربي وهتافات الشباب، بينما هذه الحافلة تجوب شوارع العاصمة، عاصمة الأنوار الرباط. كما قلت تتوقف بين لحظة وأخرى لمشاركة هذه الاحتفالات الكبيرة مع الشعب المغربي. هنا تلويح بالعلم الوطني من مختلف الحاضرين، وأيضا تصفيقات وأهازيج على هذا المنتخب الوطني. هنا من داخل الحافلة لاعبو المنتخب الوطني يوثقون هذه اللحظة بصور تذكارية مع الشعب المغربي بعدما حملوا الفرحة والسرور للمنتخب الوطني. هي إذن فرحة شعب بأكمله، فرحة وطن يرى في هذا الجيل استمرارا لمسار ملكي حكيم، آمن بأن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في الإنسان وفي صورة المغرب الحديثة. يتواصل هذا الاستقبال الشعبي وهذه الفرحة الشعبية لأشبال الأطلس. دائما أمين شاركوا معايا التعليق على هذا عشناه مع الأسود في مونديال تكرر هذه الصور هذو. نعم، كيكون نفس الإحساس اللي خصو الدارجة. نعم نعم. أول ملاحظة تبوريشة الفخر الكبير وواحد الفخر الانتماء لواحد الأمة. نعم، وهادو خدموا بالتفاني والوفاء وجائزتهم واستحقاقهم، وهذا الاستقبال يعني اللي عطى التعليمات ديال صاحب الجلاله، وكذلك استقبال الشعب. نعم نعم. انا تنشوف باللي داروا استقبالات بحال هكا وداروا حفلات بحال هكا اللي ديما كتشوفوا فين كنشوفوا الفرق. شفنا في 2004 شفناها الفرق المغربيه وشفناها المنتخب في قطر، ولكن اول مره اللي كتكون تشوفوا فيها ابطال العالم. ديما كنشوفوا كنلقاو شي حاجه مكتوبه من غير ابطال، كنلقاو تحيه للابطال، ولكن ابطال العالم انا هي اللي جاتني بقيت تنشوف فيها وتنعاود وقت ما تيدار الزوم على البوس تنشوف هذيك ابطال العالم وكنعاود نتاكد انني شفتها، لان في كاع داكشي اللي شفنا اللي قبل ما عمرها ما كانت مكتوبه. كتلقى لقينا دوزيام بلاص، لقينا فخرونا، لقينا اسود فخر المغاربه، لقينا هادشي كامل، وكما انها تلقى مكتوب ابطال العالم انا كنظن انها اول مره وما غتكونش اخر مره. وهذا حافز الدكتور لا كان جاي ان شاء الله. حافز لكم. هادشي اللي انا كنقول، هادشي اللي حسيت به سي لا شير دو بوريشة وتحطيت صافي. انا جو مشي مي اون بلاص اني ان شاء الله من الموالا كان انا في لو بوس انا بحال هكا. دونك سا مو موتيف و جو بونس سا موتيف المغرب كامل، اللعابه ديال لي جون ديال المغرب كامل اللي كيلعبوا الكره، انهم شي نهار حتى هما غادي يقدروا يمشيو يكونوا في هذا لو بوس وتكون عندهم استقبال الكبير اللي هنا في مدينه الرباط. دونك غير بعوده للجمهور، تكلمتي على الجمهور اللي في لي ريزو سوسيو اللي هو اللي في الزنقه. كاين واحد الكلمه الفرنسيه انت كتعرفها، كاين بيان شاتي بيك، كيما كينتقدك كيبغيك غادي يفرح بك، لان انت هو باغيك تربح. حيت هذا الجيل وهذا الجيل بالضبط اللي ربح هو جيل ما كيعرفش مستحيل كما قلتي، لانه شافوا قريب ليه في قطر، عاش الاجواء اللي شافوا حتى هما الاستقبال اللي كانت تكون، ولكن بلا شك انه فاش كانوا لاعبين كانوا واحد لو كون اللي خدات الداخل تيفكروا ان راه يقدروا حتى هما يربحوا ولا يديروا شي مسار مشرف ويجيو حتى يكون عندهم استقبال بهذه الطريقه هذه. اليوم
U17 غالبا غيكونوا كيتفرجوا قبل ما يمشيو حتى هما في نفس الدين، لان دونك لامباكت بحال هاد لامباكت بحال هاد لي تور هادو بحال هكا اللي بسيكولوجيك ميم سور لو سبورتيف في لا موتيفاسيون ديالو وانه يبغي يعطي اكثر كيدخل شويه بو امباكتي بسيكولوجيكمون كوم يلفو لي جينيراسيون اللي يجيو انهم يشوفوا بحال هاد لي زيماج هادو يبقاو مأرخين ويتعاودوا لهم هاد السيمانه كامله باش يتعرفوا مزيان. إذن هو يوم يحتفي به الشعب بالإنجاز كما يحتفي بالكرامة ويشكر شبابه الذين حملوا رايته واسم بلاده إلى القمم العالمية. هو ليس مجرد تتويج كروي بل هو عنوان مرحلة جديدة تؤكد أن الرياضة في المغرب أصبحت مشروعا وطنيا متكاملا تسنده رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله التي جعلت من التكوين والاحتراف مسارا لبناء جيل يصنع الفارق. يمر الموكب في رحلة قصيرة على الأرض لكنها طويلة في معناها الرمزي، ورحلة تختصر قصة وطن لا يعرف المستحيل وجيل أثبت أن الحلم المغربي قادر على أن يرفرف عاليا بين نجوم العالم. هؤلاء نجوم نراهم مباشرة أبهروا العالم وأبهروا كرة القدم العالمية بمستواهم الكبير بأهدافهم الرائعة وبالفرحة التي حملوها إلى الشعب المغربي وببطولاتهم التي بقيت راسخة هناك بسانتياغو بالشيلي العاصمة بالشيلي ببطولة العالم.